والصلاة والسلام على رسول الله. صلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. جبت لكم اليوم وصفة جديدة. رانا في فصل الشتاء وموسم تاع القارص وتاع التشينا. اليوم جبت لكم مركز الليمون اللي عندها كونتيتي تاع قارص هكا. اروح نقول لك واش نديرو بها. اولا تجيبي كيلو تاع القارص ولا اي كونتيتي انت باغيه ديريها. نحكمو نغسلو الحبات مليح مليح بعد اللي تغسليهم. يسي الا كانوا مسخين بزاف حكيهم بالشتاء، واذا كانوا نضاف يعني اغسليهم بالماء سخون ولا دير لهم شويه بيكربونات ليسونسيال تغسليهم مليح مليح. نحكموا نبشروهم هكا في العراب هادي. نقلعوا الزاز برك ما توصلوش لهذيك البيضه كيما راكي تشوفي، يعني اقلعي جوست هذيك اللي من الفوق. تقدري ديري هكا، تقدري ديري طريقه اخرى، هي انك تحكمي هذه تاع البطاطا اللي قشروا بها البطاطا وديري هكا، وكيما قلت لك غير من الفوق، غير تما غير تقلعي غير القشره الفوقانيه ما تقلعش البيضه، باسكو هي اللي تعطيك يرقو في المركز تاعك. هنايا بعد اللي نكملوا الكميه. شوفوا انا درت هنايا كيلو تاع قارص مع 700 غرام تاع السكر، 700 غرام تاع السكر. نديروا مع هذاك المبشور نخلطوه مليح مليح وتخلوه يروبوزي كيما هكا، تقفلي عليه عفوا، وتخليه يروبوزي. ونروحوا من جانب اخر واش نديرو. هنايا حصرت هذاك القارص كميه كامل، حكمت حصرتها وصفيتها. بعد اللي تعصريها وتصفيها تخلطيها مع هذوك القشور تاعو اللي كانت لك شويه روحو مع السكر، مع الكميه تاع السكر نخلطوهم كامل في بعضاهم. هنا اللي ماشي مابوني على القناه دير ابوني ودير جيم وديري كومونتير مليح هكا باش يوصل لا فيديو لبزاف ناس ونولو الوصفه تاعنا. وتغلقي عليهم وتخليه يبات ليله كامله. القشور مع السكر مع السيترون مع الجو هذاك اللي حصرناه، وتخليهم يباتوا ليله كامله. خليهم على برا، سي با لا بان ديرهم في فريجيدير باسكو ديجا رانا في الشتا والحلا بارد. فوالا هنايا بعد ما بات ليله كامله، شوفوا هنايا نصفيوه نديرو في كاش. بعد ما غسلتها مليح نصفي فيها القارص تاعي. بسم الله. ابي هكا عليها باش كلش يخرج. فوالا شوفي هاد الزاست كي يقعد لك، اذا كنتي رابيتيه يعني ما درتيش هكا كبير، تقدري ديريه في اللي كيك تاعك. كشغل ديريه كمنكه. صح اذا كان هكا القشور قاعدوا لك كبار هكا سي با لا بان. انا عندي لزاز درته منكه يعني ما نحتاجش. صدقوني واحد الريحه تاع القارص هايله، تحسي بريحه الانتعاش هكا. فوالا نخرجوا كلش. فوالا هذا هو المركز تاعنا. تخبيه في تحبي شوفي تحبي ديريه في بورتمونجي كبيره وتقفلي عليه وتحطيه في الكونجيلاتور. تحبي ديريه في هذوك تاع الكونجيلاسيون، دي بواط دو كونجيلاسيون راهم يتباعوا سبيسيال. دوك نتيا واش متوفر عندك في الدار. فوالا انا نحطو هنايا. تحبي ديري نعناع، ديري
معاه نعناع، حاوجه هنايا قد فوالا. تقفلي عليه مليح بعلبه محكمه الاغلاق وتحطيه في لو كونجيلاتور. وقت ما تحبي ديري يعني وقت التقديم عفوا كي تحبي تحطي ديري ربع الكاس تاع مركز الليمون هذا اللي خدمناه مع بعضنا مع كاس تاع الماء وذوقي. اذا حسيتيه مركز بزاف زيدي عليه الماء، صدقوني يعطيك كونتيتي كبيره ويجي منعش، يعني صح يبرد لك قلبك. وتقدري حتى ديري هكا موخيطو، يعني تخدمي نص تخدميه يعني مركز ونص ديريه موخيطو. حكمي النعناع تاني برك زيدي له النعناع وميكسيه معاه ويجيك هكا هايل. ان شاء الله تعجبكم وصفه تاع اليوم. بارطاجيو لا فيديو مع صحاباتكم. تهلاو في رواحكم، تهلاو في صحتكم، وباي باي.